كي نحكيو على انفيرونمون نحكيو على دي كونتران بالنسبه للدول معناها تنازلات فريناج للعجله الاقتصاديه. انا اليوم كوزير خذيت كرسي لازم نشوف شنو هي الاستراتيجيه. فما حد شيء اليوم، لا انت عندك احصائيات على الغطاء النباتي اليوم، لا عندك احصائيات على الحيوانات اليوم، لاش عندك ما فما حد شيء. المسؤولين في تونس يتعاملوا مع الانفيرونمون كبزنس. جيستيون نتاع البلاستيك اليوم دخل برشا فلوس. اليوم تمشي اليوم وتشوف شكون الناس اللي قاعده تخدم في السيكتور هذا، تلقاه كان ممثل في مجلس بلدي ولا كان نائب في مجلس النواب. ديما نتعاملوا مع البيئة كصفقة. حلقة بعنوان لا تخافوا ولكن احذروا. تخيلوا اللي توا ولدينا حتى الطقس يعايروا فينا بيه. علاش ديما يقولوا لنا اللي الصيف قبل مش كيف الصيف توا؟ علاش الدنيا قاعده تمشي وتسخن؟ علاش احنا في نوفمبر واكتوبر الامطار مش قاعده تصب زعما من عمايلنا؟ برشا اسئله باش نجيبوا عليها في حلقه اليوم. اما قبل انا سندم هنيوي، هذه منصه كاميو وانتم تتفرجوا على كيفنا. في اليوم خفيف ظريف لطيف وسيم طويل. اطول انفيتي قاعد يضحك ديجا. اطول انفيتي جيني، رجل قانون شاب، مستشار في وزاره العدل، ممبر في الاتي بي ان او، متخرج من المدرسه الوطنيه للاداره، واهم حاجه تيم ليدر في جمعيه لي كاسك فيغ. معايا اليوم شهاب حميده. غاسلي شهاب، شخرت في التقديم برك والله اطول منه مسير اطول من الصيف. شهاب اكتيفيست كليماتيك، ناشط مناخي. شنو معناها ناشط مناخي؟ اليوم الناشط المناخي هو الانسان اللي مناصر للقضايا البيئيه والمناخيه اللي نعيشوا فيها اليوم في العالم أجمع. دونك أنا نشوفه هو الشخص اللي أولا يكون واعي اليوم بحجم لازم يعيشوا فيها. ثانيا الإنسان اللي مشى ستيب اللي بعدها وهي مناصرة القضايا هذه بمختلف المجالات وأنواعها، وزاد نوع من التحسيس ويعني توعية الناس، وخاصة القيام بالضغط على المختلف الأجهزة بتاع الدولة اليوم والبلديات كله يعني فهمت. دونك تحس فيها مسؤولية كبيرة برشا. يمكن نحكيو على اكتيفيست ولا على نشط. كيفاش اخترت باش تكون اكتيفيست كليماتيك؟ والله كانت صدفة الحقيقة. نقول لك تعرف كل باركور اللي تعملها بعد القراية وتكمل ماسترك وبعد تحس بفراغ كبير برشا اللي لا العيلة لا حد ينجم يكمل الفراغ هذاك. تحس انه يجيك الاحساس ان تحب اليوم تدخل في المجتمع المدني اليوم وتكون انسان كما نقولوا فاعل. دونك سيتي كوم باغ هازار نلقى. هذا قبل القرايه ولا بعد القرايه؟ بعد القرايه خاطر احنا نعرفوا في العاده لي ستوديون يعملوا زاكتيفيتي. لا في القرايه ما كنتش برشا ناشط. يعني انت بعد ما وليت رجل قانون اخترت انك تولي ناشط بيئي. كيفاش جيت؟ دونك نلقى جروب كاسك فيغ في قربه اللي هو جروب في ينشط في النشط في الانفيرونمون، حال الريكروتمون. دونك قلت علاش لا، لكن مشيت من الاول على اساس انه اي جمعيه يعني حب فهمت. اي انت علاش اخترت المناخ؟ ما اخترتش المناخ من الاول بالصدفه برا اي جمعيه ما اخترتش المناخ من بعد كي دخلت الكاسكو فيغ وشفت ولا تي بيانو في مرحله من بعد وشفت اليوم الحجم المشكله يعني ومنها اليوم في تونس. قلت بالحق وليت انا نحس بالمسؤوليه برشا اليوم. قلت اليوم اوني ريسبونسابل باش على الاقل انا اليوم بالصدفه اكتشفت الحاجه دي. دونك من مسؤوليتي اليوم اني زاد نوعي الناس بخطوره الوضع اليوم ومن وقتها الحقيقه وليت حاجه اللي نحبها. حتى ديجا في اليوم في التيز نتاعي وليت نخدم على القانون الدولي البيئي. دونك حاجه ولات في الغرام نتاعي معناها ويتعايش بها معنا. قبل ما كنت انت تسمع بهم سماع الحكايه الذوما واحنا صغار يقولنا ثقب الاوزون ودرا شنو، تلقى روحك عايش في وسطهم بالضبط. فسروا لك شو معناها ثقب الاوزون في الجمعيه؟ بالطبيعه هي بون مش نعملوا في دي سيسيون دو فورماسيون، لكن ثقب الاوزون تحب نفسر انا الناس تفرج علينا شنو هو ثقب الاوزون؟ جواد المعلومه باش تسمعوها من عند انسان ليتيرير. عندي 13 سنه ما قريتش فيزيك، اليوم نحسب فيها. من احنا صغار يحكيونا على ثقب الاوزون ثقب الاوزون ثقب الاوزون. قلت شنو هو هذا ثقب الاوزون؟ وعنا مده ما حكيناش عليه دايوغ. هو ماهوش ثقب، هو ترقق في طبقه في الاوزون اللي هي موجوده الفوق بالكل في الانتاركتيكا. باهي الطبقه هذه تحمينا من اشعه الشمس والاشعه فوق البنفسجيه اللي تنجم تضر الجلد نتاعنا، تحرقنا وتعمل دي كونسير وامراض والكل.
قلل نسبة دخول الأشعة هذية من 95 إلى 99%. طبقة الأوزون هذه منش متكونة من الأوزون اللي هو الأو3 اللي هي 3 موليكول متاع أكسجين. بسبب انبعاثات تصير من الكليماتيزور، تصير من الفريجيدير، تصير من دويات، فما مادة اسمها CFC اللي هي كلوروفلوروكربون. المادة هذه تطلع الفوق وتخلي الأو3 يولي O2. دونك الطبقة هذه تترقق. الأوساط العلمية فقد بالمشكلة ذي عام 1987. دونك قررت أنها تكلم الإرادة السياسية. عملوا اجتماعات وعملوا قمم، وأول مرة وآخر مرة في التاريخ الحمد لله صارت إنه اجتمعت الإرادة السياسية والأوساط العلمية والإرادة الاقتصادية إنها تعمل قانون يحمي طبقة الأوزون، وفعلوه وخليوا المصانع والشركات والناس اللي تخدم في المادة هذية توقف ما عادش تعملها، والدول الثرية تعوض للناس اللي تخدم في الفريجيدير وتخدم في الطاقة هذية والكل. وأول مرة الحمد لله مشيت الحكاية وتضامنوا من بعضهم 3 قوى هذية، وقاعدين يخدموا على الحكاية الحمد لله. خدموا عليهم طويكة، وبشوية بشوية قاعد يرجع، قاعد يتسكر، مش ثقب هو الترقق كما قلنا، قاعد يتسكر. وبحلول عام 2060 إن شاء الله كان عشنا ربي عطانا عمر ما ظهر لي بعدي باش تسمعوا في حلقة اليوم ما ظهر لي باش ننسيه الموضوع متاع ثقب الأوزون جملة. دونك شنو نفهموا من الحكاية هذية؟ نفهموا اللي كان نحطوا في مخنا تنجم تصير إنه نحاربوا المشاكل المناخية اللي قاعدة تصير تويك هكا ولا معناها احنا نجموا توا نقضيو على الاحتباس الحراري هكا ولا لا. تحبوا نحكي لكم شنو الاحتباس الحراري؟ تو نحكي لكم أو جست خلينا نحكيو في المجتمعات العلمية العالمية شنو اللي قاعد يصير، شنو اللي قاعد يصير في العالم. في العالم اليوم كما كنت تحكي توكا على الاحتباس الحراري. اليوم عندنا مشكلة متاع تسارع تطور التغير المناخي. اليوم التطور اللي كان ماشي به 10 سنين التالي اليوم مش نفسه. دونك فما تسرع في الوتيره. دوكو اليوم التنبؤات نتاع العلماء ولا الباحثين كانوا يحكيوا في 2015 ولا غيره، يقول لك راهو ب 2030 باش نوصلوا درجه حراره قياسيه وكذا وكذا. اليوم اللي نحكيو في 2020 2023. تعرف شنو ولا يتسمى يوم القيامه الايكولوجي كاريمون، معناها باش يفجعونا حاطين كونتور نتاع 7 سنين قاعدين نشوفوا بعد 7 سنين شنو باش يصير بالضبط. دونك اليوم كي نشوفوا مثلا نحكيو على الظاهره الجديده اللي ديرنييرمون يحكوا عليها ظاهره النينو. اليوم ظاهره النينو من جات اليوم من التباينات الكبيره اليوم في درجات الحراره. نلقاو مناطق فما درجات حراره قصوى، نلقاو في مناطق فما درجات بروده قصوى اللي هما النينيو والنينيا اللي هما عكس بعضهم. دوكو التباين هذايا احنا نقولوا ما عادش فاهمين الطقس، هو الطقس ولا ما عادش فاهم روحه معناها فهمت. دونك اليوم الظاهره هذه واللي راهو العلماء يحكي لك انه الظاهره باش تغلب اليوم على الدول بنسبه 90%. اليوم في معناها فان 2023 و 2024 باش نحكيو على فيضانات كبيره في امريكا الجنوبيه والوسطى، وباش نحكيو على جفاف في بعض المناطق في آسيا وفي أستراليا، باش نحكيو على حرائق اليوم في الغابات، ونعرفوا شنو ينجر على الحرائق هذه من كما نقولوا خسائر حيوانية ونباتية وحتى معناها كما نقولوا بشرية. دونك اليوم الوضع العام الحقيقة ما يبشرش بكل خير معناها. خلينا نفسروا حاجة ساعة. الاحتباس الحراري مش حاجة شريرة. الاحتباس الحراري هو ظاهرة طبيعية عادي تصير عندها آلاف السنين، ولكن خلينا نفسر شنو الاحتباس الحراري ساعة. هو الغازات الدافئة اللي تخرج من الأرض. باهي الغازات هذه اللي هي كيما مثلا بخار الماء، كيما الكربون، كيما اللوزون، كيما الميثان. الغازات هذه تساهم انه تشرب الحرارة متاع الشمس. الانبعاثات الغازية اللي تصير من المصانع تويكا ولا من التلوث ولا من المواصلات ولا من غيره من المشاكل البيئية قاعدة تزيد في نسبة الغازات هذه، دو تيل فاسون الحرارة قاعدة تزيد معها. دونك هي كانت متوسط حرارة الأرض 14 درجة، وصلت توا 17 درجة. من غير احتباس حراري احنا نعيشوا فيه الا 19 درجه مئويه. يعني هو الطبيعي نعيشوا في 14، اما احنا زدناه ب3 درجات بسببنا احنا. هذا اللي يخلي احنا نعيشوا في فور تويكا اللي انت ماكش فاهم روحك، معناه اللي خلينا احنا مثلا نزيدوا نستعملوا طاقه اكثر.
باش نجموا نبردوا الطقس. كي نستعملوا طاقه اكثر نستعملوا موارد اكثر، والموارد هذيك تعمل انبعاثات اخرى وتعمل احتباس حراري واللي سيركل فيسيو ندوروا فيه. العالم فاش قاعد يعمل تويكا باش نجيبوا المشاكل هذه؟ شوف اليوم كيفاش نحكيو على التعاطي نتاع الدول ولا الكوبيراسيون انترناسيونال اللي هي تضم، كل واحد يمكن نحكيو على دول، نحكيو على منظمات دوليه، ونحكيو على منظمات دوليه غير حكوميه. بالنسبه ليهم السوجي نتاع البيئه عمره ما كان السوجي اللي يشجعهم باش يحكيو فيه، دايوغ ما يحبوش يحكيو فيه اليوم. فهمت علاش؟ على خاطر يمكن نحكيو على انفيرونمون، نحكيو على دي كونترانت بالنسبه للدول، نحكيو على معناها تنازلات، نحكيو على فريناج للعجله الاقتصاديه، فمصالح باش تقف. اكزاكتومون اليوم الدول تتسارع، شفت معناها تتسارع نحو التسلح، اليوم باش تعمل قوه عسكريه وقوه اقتصاديه وغيره. تجي انت تقول لها راه سامحني، لا اليوم الانفيرونمون ما عادش يستوعب السباق هذايا، لازم تعمل ستوب. معناها ما يعملكش ستوب اليوم بيان سور. دونك كي نبداو تاريخيا نشوف وقت العالم وقتاش بدا يحكي على التغيرات المناخيه، عام 72 فهمت، مع انه راهي بدات من الثوره الصناعيه. اكزاكتومون معناها سما توا بداو يحكيو سيتي معناها. وكان والله مؤتمر زاد مش تقول معناها فريمون معناها تبناو اتفاقيه ولا لا، سيتي معناها نحكيو في الموضوع. مؤتمر في السويد حبوا يحكيو فيه على انه اليوم كيفاش البيئه تتقاطع ما هو اقتصادي، تتقاطع ما هو معناها اجتماعي الى غير ذلك معناها. فهمت. باغ كونتر يقول لك اللي امريكا عام 65 وصل للبيت الابيض تقرير يقول لك اليوم فما مشكله كبيره قاعده تصير في العالم، واللي لازمنا اليوم نقفوا لها. بالطبيعه الولايات المتحده الامريكيه ديما مغمضين على فكره، حاجه ما تحبش هاك 50% من الامريكان ما مش مصدقين فما احتباس حراري، في بالهم نظريات مؤامره ومش مصدقين وما ناس خلونا بالعاني باش نوقفوا لهم مصالحهم. دونك فما حتى شيء. دونك وقتاش ولينا نحكيو على كما نقولوا قانون دولي منظم للمناخ؟ بعد 20 سنه، عام 92 في مناخ الارض في ريو قعدوا الدول هذه وتبناوا اتفاقيه اطاريه للامم المتحده اللي هي تونس مصدقه عليها نورمالمون، واللي حتى هي صارت بوليميك عليها. راهو امريكا كانت من اول الدول اللي رفضتها من الاول وبعد صدقت عليها. ومن بعد جينا ل 2010 اللي نحكي فيه على لاكور دو باريس اللي بدا يتعمل في 2010. شافوا اليوم الاتفاقيه الإطارية هذيك ما عادش كومباتيبل مش متماشيه مع الوضعيه. اكزاكتومون كما حكيت لك على التسارع نتاع التغيرات المناخيه اللي قاعد تصير اليوم. دونك كالعاده برشا دول كيما الصين، وقت خاطر نعرفوا الصين وقت بتاع في البوم ايكونوميك نتاعها، الصين هي الاولانيه في الانبعاثات اصلا في العالم، كانت تعرف في البوم ايكونوميك نتاعها وقتها. دونك ما ساعدهاش باش تدخل في الاتفاقيه هذه في الديبا. حتى الاتفاقيه من بعد امريكا كي صارت مصادقه عليها في 2015، امريكا 2017 في ولايه نتاع ترامب دونك انسحبت منها. رجع بايدن في 2021 رجع للاتفاقيه هذه. دونك لهنا تفهم انه البيئه والمناخ هو ديما كان محل جدل بالنسبه للدول هذه، وماشيين بمبدا مكره اخاك لا بطل. تحب نثبت لك اللي هما بالحق حكايه مصالح اللي هما بالحق ما يهمهمش البيئه. كنا نعرفوا اللي فما جزء من الانتاركتيكا قاعد يذوب باهي، واللي المنطقه هذيك دوليا اسمها محمية سلمية، معناها صارت قمة في مدريد وصادقوا انه هذيك ما تتمس الجملة، ما يمسها حتى حد. الى عام 2048 الاتفاقية هذه توصل الدليل نتاعها عام 2048. مشيت روسيا حطت علم نتاعها غاديكا، ومشيت بريطانيا على مدى كيلومتر مربع حطت العلم نتاعها غاديكا، باش عام 2048 كي توفر الاتفاقية هذه يمشيو ينقبوا على النفط. ما نتخيل هي كارثه باش تصير وباش نغرقوا الكلنا، وروسيا وبريطانيا ماشي يمشي يلوجوا على الثروات الطبيعيه غادي كمان احنا غارقين وهم يخموا. ما نفعود ما نقصوا احنا من الانبعاثات ونخموا نقصوا في الاستهلاك الطاقه والوقود والبترول والغاز. ليه فما الدول مستغله الوضعيه هذيا وماشيه كمان تلوج على الطاقه غاديكا وتلوج على البترول. وحاجه اخرى زاد نحب نقول لك عليها، اليوم الاتفاقيه في حد ذاتها كي تشوف الكونتينيو نتاعها اليوم اهداف تحط لك في اهداف اللي هي بعيدة كل البعد اليوم عن نشوفوا فيه. معناها اليوم مثلا تشوف لاكور دو باريس يقول لك اللي لازم يصير معناها كما نقولوا حد من انبعاثات الغاز ايفي سير هذا بنسبة 43% ديسي 2030.
اللي اليوم مستحيل. كل عام نعملوا ريكورد جديد في البرودكسيون نزيدوا فيها اكزاكتومون. اليوم كما قالوا 2022 وصلنا نحكيو على 50 مليار طن من الانبعاثات نتاع الغازات هذه. دونك كيفاش اليوم انت تحكي على الشيفر اللي تعرف ما تنجمش توصل له وانت قاعد معناها كما نقولوا تعمل في سياسه عكس كلام على ورق. اكزاكتومون. نتصور فما دول في العالم قاعده تعمل في حاجه في مجهودات على القليل. وهو اليوم اللي خلى اليوم الدول الكوبيراسيون انترناسيونال لانه اثبتت انه هي ماهيش افيكاس اليوم. دونك خلى الدول اليوم باش تعمل على روحها. ونلقاو اليوم سياسات فرديه كبيره برشا. بالطبيعه فما دول اليوم اللي قاعده تتبع في السياسه الايكو فريندلي اللي هي بتبيع لي بيس سكانديناف بيان سور. نو با ديسكوتي. اليوم تحكي على السويد باغ اكزومبل. شنو يعملوا؟ السويد مثلا اليوم قاعده تحد بطريقه كبيره برشا من انبعاثات الغازات هذه. اليوم نلقاو مثلا لي بوس اللي يستعملوا فيهم كلهم الكترونيك. المره الاخرى نلقى في معلومه في السويد يقول لك تسلا اليوم من الكرهب الاكثر مبيعا في سي نورمال. اي بالضبط لانه تحس فما وعي كبير برشا وهذه سياسه الدوله معناها فهمت. اليوم مثلا السويد اكثر دوله اللي تستفيد من النفايات من جيستيون دي ديشي ابار الرسك لا قاعده تحول في الديشي هذوما الى طاقه انرجيه تربح منها في فلوس معنا. اليوم حتى اليوم دول كما الدنمارك وغيرها يعطيوها في الديشي باش تحول فيها في يصدروا لها معناها في الفايت باش تحولهم الى طاقه. اكزاكتومون وقاعده تدخل في برشا فلوس من السياسه هذه. ويقول لك اليوم اللي في السويد قداش حسب رايك معنا البورسنتاج نتاع لي ديشي اللي يتحطوا في المصب في الاخر قداش 1%. واو معناها هي 99% من لي ديشي اللي عندهم صنعوا بهم طاقه. اكزاكتومون. يا اما تمشي في اعاده الرسكلتها يا اما تمشي في يعني انا منبهره بالاكزامبل نتاع النرويج والمانيا اللي المانيا عندها برشا ريح والنرويج عندها برشا ماء. دونك صنعوا طاقه بالماء وبالريح ويصدروا لبعضهم. يعني هذيك قص عليها تعطي لهذه وهذه تعطي قص عليها تعطي لهذه وانت تحكي لي على لي ديشي نتاع السويد اللي صنعت بهم المغرب زيد استفدت من الصحراء نتاعها بالطاقه الشمسيه هكا. ولا معناها احنا الشمس تضرب فينا نهار كامل فوض ما نخمو انه نستعملوها نسخروها لخدمتنا ليه بالعكس نمشيو نخدموا الكليماتيزور ونستهلكوا الطاقه. كانت تحب طبعا نحكيو فيها اليوم علاش اليوم تونس ما مشاتش في الطاقات البديله بالرغم كما قلت انت عندنا اليوم من الامكانيات اللي نمشيو في الطاقات البديله او في الطاقات المتجدده. اليوم مثلا من الدول العربيه كان نحب ناخذ اكزامبل ناخذ السعوديه. اليوم السعوديه ماشيه في تمشي نتاع ديور عملت انيشيتيف اللي هي مبادره السعوديه الخضراء. زراعه الصحراء السعوديه نجحت انها تزرع الصحراء اللي حاجه ما تخطرش على بالك. 10 مليار شجره عندي فيه باش تزرعهم في الصحراء العربيه معنا. تصدق على فكره السعوديه تصدر في الماء تخيلوا فما حاجه احنا مانيش مستوعبينها واحنا مانيش فاهمينها جمله. وديما نقول كما قلت انت لوكس ديما في بالهم الكلمه اللي راهو فما حاجات باش تنقرض حاجات بازيك كيما القهوه باش تنقرض في جرة الحرائق نتاع الغابات اللي قاعده تصير مثلا الانتاج نتاع الشوكولاته العسل النحل باش نقرض الحيتين الاسماك باش تنقرض اللي هم مش نحكيو على بعيد نحكيو مع 2030 2040 2050 معنا احنا حيين كان باذن الله ان شاء الله كان عشنا باذن الله نكونوا حيين بالحق. فما حاجات اولادنا ما باش يعرفوها باش تقعد تحكي له على الشوكولاته معناها بالنسبه لي ميت معناها حاجه اسطوره. صحيح. داير قبليك في الانترو قلت حكيت على والدينا كيفاش يقولوا احنا ابا انا نشوف انه الجينيراسيون هذه هي ضحيه الجيل من الجهل اللي كانوا يعملوا فيه حقوق الاجيال القادمه. حتى احنا كنا اجيال قادمه والاجيال السابقه واحنا صحيح ضحيه من جهه بالنسبه لكن ايضا جلاد بالنسبه للجيل اللي بعدنا. على خاطر مثلا فما مدن كيما العراق في العراق فما البصره بغداد باش تختفي جده باش تختفي دبي باش تختفي جربه القاهره باش جربه اليوم يحكيوا على باش تختفي. فما جزر القمر بلاد كامله باش تغرق. فما اوزبكستان بلاد كامله باش تغرق. فما هولندا باش تغرق. نيويورك قال لك عام 2050 حتى تمثال الحريه ما عادش نشوفوه معناها هو هز جد واحنا كمان مانيش باش نشوفوه شي بيضحك وانتي باش تقولي انا شو مدخلني بعيد علي نيويورك شو مدخلني نركش في تونس ليه مدخلك خاطر فما حاجه اسمها لاجئ مناخي هكا ولا فما ناس قاعده تهرب وتهاجر على خاطر الطقس في بلادها ما عادش يخليها تعيش. فما ناس فما بلاصه في اندونيسيا اسمها الشاطئ السعيد
اسمها شاطئ سعيد، اما هي حزينه وتعيسه لدرجه انه العباد كل عام قاعده تهرب منها على خاطر على قليله فما متر من البحر يتكل كل عام. فما مدرسه على البحر عندهم غاديك تصور انت فيو سور مير، معناه تقرا فيو سور مير. والمدرسه هذيك بعد 5 سنين قاعده باش تنحى من الوجود خاطر ما عادش نجموا يقراو بصفه منتظمه خاطر الماء قاعد ياكل فيها ومستويات البحر قاعده تمشي وتزيد كل عام هكا. ولا بي نحكيو على تونس. شنو عندك كيفاش وضعيتنا في تونس؟ محلاها قال لك قدر ربي فما كان الخير ان شاء الله فما كان الخير. اليوم كي نحكيو على تونس نحكيو على مش انا نحكي يعني الباحثين ولا يقول لك اليوم تونس من بين الدول المهدده مش المهدده وانما من الدول التي ستعاني كثيرا من جفاف المياه خاصه في السنوات القادمه. اليوم نحكيو على مشكله في أزمة مائية كبيرة برشا. نحكيو على تصحر. نحكيو على تملح التربة لأنه خاطر السخانة تخلي معناها تتبخر الملاح المعدنية الماء دوكو يقعد الملاح المعدنية تقعد في التربة. دونك التربة كي تتملح تولي ما عادش صالحة للزراعة معناها اليوم كاريمون. معناها اليوم نحكيو على أمن غذائي في مناسي في خطر معناها فهمت. دونك كما قلت لك حتى اليوم عاش نحكيو على الأزمة المائية. احنا كي نحكيو على الأزمة المائية نحكيو كان على المطر. باغ كونتر زاده راهو المشكله مش كان في المطر، المشكله زاده اليوم في تعاملنا احنا اليوم مع الموارد المائيه. اليوم فما جرائم تصير في حق الماء في تونس. اليوم نحكيو على الاستنزاف نتاع موارد مائيه كبيره برشا. يعني جو سيت ان اكزامبل مثلا في الكابون. تعرف الكابون مشهور بالفلاحه والاراضي الفلاحيه. دونك بعد الثوره والاستغلال معناها منين يسقيوا من الموارد المائيه الباطنيه معناها فهمت. دونك احنا نسخيلها ما توفيش. اكزاكتومون. دونك شنو صار بعد الثوره؟ ما تعرف صار انفلات وصار ولاو يبنيو في الابار بلاش الرقيب بلا حسيب لا كونترول لا حتى شيء. دوكو اليوم نحكيو على اكثر من 19,000 بير تبنى بطريقه غير شرعيه. 19,000 ايوي في 19,000 مش 1000 نشيفر بالحق معناها فهمت. لهذاك ادى الاستنزاف نتاع الموارد الباطنيه. شنو اللي صار انه ماء البحر دخل خاطر قال الاسباس باش فهمت قاعد يجبد معناها فهمت. الطبقه الماء معناها الباطنيه قاعده تجبد في الماء لين جبدت ماء البحر وتخلط اليوم ولا ماء مالح ما عادش قابل باش يسقي واللي هو طبيعه ما يضر النباتات. دونك اليوم منين قاعدين احنا اليوم في الفلاحه في نابل من قاعده تستعمل في الماء قاعده تستعمل الماء نشربوا فيه يعني من البراج تقسم معنا في الماء النباتات تقسم معنا في الماء. هذا راهو حاجه من برشا اليوم معناها فهمت. اليوم كي نحكيو مثلا على الفضلات اليوم باغ اكزومبل جيستيون دي ديشي اليوم في تونس حاجه كاتاستروفيك. يمشيو لمصب مثلا مصب ساعة غير مؤهل اليوم. نحكيو كنا مثلا ذاك نعرفوا الكريزي اللي صارت في صفاقس المصب اللي ولا غير صالح للاستعمال ومن بعد ولا تستعمل فيه مصبات مؤقتة واللي ما حلتش الأزمة واليوم ما حلتش الأزمة ما بيش تحل الأزمة. اليوم نحكيو مثلا على مصب برج شكير اللي كارثة السنة في تونس على خاطر نحكيو على مصب تعمل عام 1999 وصلاحية متاعه 10 سنين معناه انه موقف في 2009 الى يومنا هذا زاد في عمره 15 سنه ولا قد الى يومنا هذا نستعملوا فيه. نحكيو اليوم كمصب غير مؤهل كما مصب برج شكير. شوف حجم الانبعاثات نتاع الغازات اللي قاعده تخرج منه وشوف الخطر اللي يمثل فيه امراض ينجم اللي دايرين فيه معناها فهمت. وبالطبيعه اليوم الدوله لا عين رأت ولا اذن سمعت الى ان تصير المشكله اقل مسؤوليه ممكنه وما يهمهيش. تخيل انت الازمه اللي صارت في صفاقس تصير في تونس العاصمه اليوم نمشيو الكلنا معناها سي واليوم يحكيو لك راهو المصب نتاع برج الشكير في اكثر من 30 بلديه تصب فيها اليوم وبالكثافه السكانيه نتاع تونس اصلا وبالحاله اللي احنا فيها. هو يقول لك في جرة التغير المناخي فما الحيوانات المفيده باش تموت والحيوانات الغير مفيده اللي باش تعيش كما البعوض والذباب والكل اللي هما ينقلوا الامراض. معناها احنا قاعدين نحفزوا فيهم باش يتكاثروا باش يزيدوا يمرضونا ويقضيوا علينا فرد نهار. عرفت تجي من هوني تلقاها تقتلك تجي من هوني تلقاها تقتلك. نعرفش عندناش نضحكوا تويك. في وسط دول العالم تونس وين موجوده؟ معناها تونس شنو مثلا على شنو مصادقه قوانيننا شنو فيها؟
تونس براتيكمون مصادقه على اغلب المواثيق الدوليه اللي تنظم البيئه، لانه تونس راي من بين الدول العالم النامي اللي ما عندها في السوق مذوق. في شنو بالضبط؟ في الانتاج وفي انه اليوم ما يقلقهاش المصادقه على المواثيق هذه، لانه كي نحكيو على ميثاق معناها المواثيق الدوليه باش تقول لك لازم تحد من البرودكسيون نتاعك اليوم للانبعاثات. تونس ما يقلقهاش باعتبار هي ما تبعث في حد شيء بطبيعتها زايده ضعيف جدا. اون كونتر بارتي مثلا يقول لك اليوم المواثيق الدوليه تقول لك لازم تدعم الدول العالم النامي لمواجهه التغيرات المناخيه. اي مو احنا باش نخلصوا الفاتوره نتاع الانبعاثات على خاطر هو يعملها النور يخلصها السود هكا ولا ليه؟ يعني هما البرا يعملوا الانبعاثات والمصانع والكل، وينجموا يجيبوا الكوارث، عندهم الامكانيات باش يجيبوا الكوارث اللي تصير من المشاكل هذه. احنا ما عندناش في الفون هذه. ممكن انا استوقفتني حاجه في لاكور دو باريس كي تقرا يحكوا على العالم النامي، انه الدول هذه باش تدعم الدول العالم النامي صار فما تركيز كبير برشا معناها، فهمت معناها ننساو شكون المسؤول الرئيسي على الازمه هذه ونشدوا في دول العالم النامي كيفاش مقصره اليوم في مواجهتها واللي هي اليوم بمزيه منها اليوم قاعده. الوغ اليوم هو اليوم لازم نسميه ذاك التعويض. انت اليوم تعوض على الجرائم اللي تقوم فيها اليوم في حق المناخ في حق البيئه، قاعد تعوض في الدول هذه اكزاكتومون باش تواجه اليوم الكريز الكل معناها كليماتيك. انت كيفاش تقيم هالوضع؟ ايش قولك في الصيف قداش سخون؟ سخون على فكره بون قالوا برشا، يقول لك ديما الصيف هذا ابرد من الصيف اللي بعد. اي ديما احنا في ابرد طقس ممكن توا على الاطلاق، معناها ديما اللي جاي اقوى. وحاجه تخوف برشا. هو السبب نتاعها هو القبه الحراريه. انا اليوم باش نولي بروف، قررت باش نولي بروف اليوم. شنو هي القبه الحراريه وعليش كنا نحسوا في رواحنا في فور كاريمون؟ هو بالرسمي تسمى فور. هو فما الحراره اللي فما حاجه اسمها الضغط الجوي، فما الحراره اللي تخرج من الارض، فما الحراره اللي تجي من فوق. باهي من اللوطه اسمها تروبوسفير، من الفوق اسمها ستراتوسفير، اللي هي الهواء البارد يضرب في الهواء السخون ويعمل ضغط جوي. باهي حراره الشمس تخلي السخانه اللي اللوطه ما تطلعش، تقعد هكا. دونك تل فاسون كاينك عندك طنجره تغلي وسكرت عليها بغطاء وجبت كوميم سي شوفو قاعد تضرب فيها. هذاك هو الفور اللي احنا عشناه كاريمون في جرة القبة الحرارية، اللي هو احنا اكثر عباد قاعدين نخلصوا فيه. معناها اللي صارت في تونس في الشرق الاوسط في شمال افريقيا، واحنا قاعدين نخلصوا في الفاتوره نتاع الاغلاط اللي تعمل فيها الناس هذيا. انت كيفاش تقيم الوضع؟ والله اليوم باش نقيموا الوضع لازمنا نبداو الساعه من الباز، من البيزكس، اللي هو اليوم المشرع شنية المنظومه البيئيه اللي قاعد يبني فيها. اليوم كي تشوف ابار دستور كسوا دستور 2014 ولا الدستور الجديد، دونك نحكيو فيه على بعض زاده حقوق البيئة. اليوم نحكيو مثلا اليوم على الحق في الماء اللي هو مدستر، واللي براتيكمون ما نلقاو اليوم وين الحق في الماء اليوم. والله ما سمعتش به قبل اصلا. لا راه شوف الكونتكست بكري كنا نحكيو الحق في الماء نتاع بعض في المناطق اللي ما عندهمش ماء صالح للشرب. هو نحكيو عن الناس الكل. قال لك بحلول 2050 باش يولي فما 8 مليار انسان ما عندهمش ماء. اليوم احنا الطور اليوم الناس الكل اكزاكتومون. بالنسبه زاده للتشريعات اليوم معنا بروجي جديد اللي هو قاعده اللي هو نورمالمون في مجلس النواب اللي هو مجله البيئه، واخيرا تونس قررت باش تعمل مجله في البيئه اكزاكتومون. واللي اليوم مجلس النواب مازال ما نظرش في المشروع، يمكن مش اولويته اليوم، يمكن خاطر اليوم الواد فينانس دونك كل شيء اون اتوندون ان شاء الله كيف البيئه اخر اهتماماتنا. اكزاكتومون. انت شهاب متخرج من المدرسه الوطنيه للاداره، يعني مستقبل مسؤول في الدوله هكا ولا لو كان انت تتحط مسؤول بيئي، نقولوا احنا في وزاره البيئه شنو اول قرار تاخذ؟ اعطيني 3 قرارات تاخذها. شوف اول حاجه الساعه كي مش تحكي على وزاره، مش تحكي على فيزيون. انا اليوم كوزير خذيت كرسي باش نقعد، لازم نشوف شنو هي الاستراتيجيه، شنو رؤيتي انا. قد تكون رؤيه راي مش كوم يلفو معناها كيما نقولوا مش تخدم البيئه معناها، ولكن على الاقل عندي رؤيه. فهمت؟ عندي استراتيجيه واضحه معناها. فهمت؟ اليوم مالوغوزمون في تونس معناها استراتيجيه واضحه. اليوم كي تدخل انت للسيت نتاع وزاره البيئه، حل الاستراتيجيه وشوف الاستراتيجيه اللي تبناتها وزاره البيئه اليوم. نجموا اكسي شنو عندنا وين ندخلوا؟ تدخل على وزاره البيئه تلقى هكا بورتاي كامل،
تشوف تلقى استراتيجي باهي طلعوا عليه طلع على استراتيجي شوفوها بربي يكتبوا لنا شنو لقيتوا استراتيجي ما تقول تحكي على السويد مش تحكي على تونس علاش معناها بعيده ياسر اكزاكتومون انا اليوم راه باش نحكي على استراتيجي لازم اليوم نبدا من ستاتستيك من دياغنوستيك فما احصائيات محايله فما حد شيء اليوم لا انت عندك احصائيات على الغطاء النباتي اليوم لا عندك احصائيات على الحيوانات اليوم لاش عندك ما فما حد شيء اليوم كيفاش ما نعملوا في فيزيون استراتيجيه واحنا ما عندناش حاجه ملموسه والله يقول لك حاجه والله العظيم مش مبالغ عمليه استراتيجي اون دغي واحد غدو عنده بريزونطاسيون هكاك بالفط على جوجل سلايد دي والله هذيك تعجبني محلاها والله هذيك محلاها عجبتني فهمت ميتسكو هذيك على ارض الواقع رياليزابل ولا مش رياليزابل ما بعدنا على الاهداف اللي الموجوده معنا اليوم في الاستراتيجي انت اليوم تحكي على استراتيجي باش تحققها بالاهداف الموجوده هذيك بون صحيح الواحد يكون طموح يحط ارضه يحط ساقيه على الارض معناها يشوفش عنده معطيات ويخدم عليهم اكزاكتومون اليوم انت المشاريع اللي باش تخدمهم سيلون لي ستاتستيك اللي عندك اللي الشيفر اللي معناه كما نقولوا فيهم ضرر لازم نحسنوا فيهم واللي الشيفر اللي نزيد نحسنوا فيهم اكثر. هذا هو اليوم مش معناها اليوم نخدم على استراتيجيه معناها وما تعرف شنو قاعدين يخسروا علينا نقصوا من استهلاك الماء باش نقصوا الماء باش نرجعوا الماء باش نقصوا الماء باش نرجعوا الماء. نحكيك على سياسه وزاره البيئه اليوم تدخل الفيسبوك وتشوف النشاطات السيد الوزير شنو تعمل وزيره هي شنو تعمل الشيخاوي عندها مؤتمرات يا صح عندها قمم اليوم ماشي في بالنا اليوم التعامل اليوم مع الأزمة البيئية في تونس أني نحضر مؤتمرات راه مش بالمؤتمرات باش تصلح أنا جيت وشفت العالم فاش يعمل كوميم معنا لا وتمشي المؤتمر باش تحكي على استراتيجية باش تحكي على سياسة تونس باش ناقش هكا سلايدز اللي حكينا عليهم اكزاكتومون باش تحكي اليوم على سياسة تونس في مواجهة الأزمة اللي هي محلمة اللي هي ما فماش أصلا معناها من وحي خيال الكاتب. دونك مادام مازال عندنا مسؤولين يتعاملوا بالطريقه هذه اليوم على القضايا هذه الخطيره ما نستناوش حاجه كبيره. ما حتى المواطن مش فاهم راه حتى المواطن مازال بعيد ياسر. احنا صغار قعدوا يحكيوا لنا ثقب الاوزون ومن بعد كبرنا شويه احتباس حراري وصدقني تلمو صعيبه الكلمه حد ما يفهم شنو معناها احتباس حراري مانيش فاهمين راه بالحق ملي احنا صغار تويكا وكل مره يطلعوا لنا بكلمه جديده هاو التذبذب الحراري هاو القبه الحراريه هاو النينيو هاو النينيا شنو بالحق ما فما نوعا ما الجهل البيئي. الانسان مي بالحق التونسي ما يعرف شنو اللي قاعد يصير وماكسيموم يقول لك هكا ما عادش نطيش في الشارع. هذيك هي فكرتنا يانكور اليوم معنا نحكي على نقول لك حاجه اليوم وقتاش نحكيو على وعي خاصة اليوم خلينا ناخذوا الكلام تاع التونسي. وقتاش التونسي يبدا يكون عنده شويه وعي وقت اللي تخلطوا الازمه نطر مع هو شحنه اكزاكت وقت تخلطوا الازمه وقت يبدا يحس وقت يبدا يلوج ويبحث شنو دونك نجم تقول هي وعي نتاع مناسبات معناها. نتصور انت في الجمعيه نتاعكم قاعد تتعامل مع التوانسه وفاهم المونتاليتي التونسيه كيفاش بالضبط شنو اللي قاعد ولو انه راهو فما تفرق معناها كما نقولوا المواطن في قربه مش كما المواطن في نابل مش كما المواطن في الساحل مش كما فما شنو الفرق ما بيناتهم؟ فما بلايص تلقى اكثر وعي من غيرها معناها فهمت. اليوم مثلا احنا في الجمعيه في قربه قاعدين نعنيوا برشا من العقليه نتاع المواطنين اليوم. عليه كيفاه معناها اولا استخفافهم بالازمه البيئيه اليوم. بالنسبه ليهم انت جمعيه تاخذ في تمويلات اجنبيه ما با فاهمين معناها انت اليوم علاش تاخذ في التمويلات هو راه بالنسبه لي مادام يحل السبيله يلقى فماش مشكله. بون نلقاو في الماء احنا تو هو بالنسبه لي مادام سبيلته تخدم ما فماش مشكله. انا قلت لك اليوم كيفاش تخدم على الوعي بالنسبه ليهم. اولا الازمه البيئيه محصوره في الديشي في البلاستيك. الماكسيم تاعو كما قلت انت الماء ما الازمه شامله معناها كما نقولوا بمختلف المجالات فيه ما عندوش على فكره كبيره برشا فهمت. وذا يرجع للبرشا اسباب خاصه اولا عندك المنظومه التعليميه اللي ما تشجعش اليوم على التربيه البيئيه. اليوم صغارنا ما يعرفوا حتى شيء حتى عيد الشجره ما يحتفلوا به ما يسموش به مش يحتفلوا به. عيد الشجره اليوم باش يجي ان شاء الله
في نوفمبر ان شاء الله. هو نورمالمون لو 12 نوفمبر، ثاني احد من نوفمبر، فهمتي؟ هو يتيح لو 12 نوفمبر. وزاره البيئه حتى لو 13 ما نعرفش علاش، يمكن الوزير ليه عندما تعمل ولا دونك بدت له 13. اليوم مثلا كما قلت انت عيد الشجره ما اللي هو على فكره شجره واحده تكفي انها تشرب كيفاش نقول تمتص طن كامل من ثاني اكسيد الكربون اللي هو من الانبعاثات. مع شجره واحده، تخيل انت ما بالك احنا كنا زرعنا 10 اشجار ولا 20 شجره ولا صغار وين في الحكايه هذه. صغار هاني قلت لك اليوم هما ضحيه اولا عائله. العائله انا ندم نقول الاساس هي العائله اليوم. فهمت؟ انا ربي صغيري اليوم على انه ما يطيش حتى شيء في الشارع بالطبيعه، على انه كي يلقى نبته ما يقلعهاش، على انه كي راح حيوان ما يضربوش. دونك هذيك تبدا الساعه التربيه من غادي. ثم نجيو اليوم وسامحني المحافظه على الموارد زاد ما نخليش السبيلات تخدم هنا مثلا نهار كامل ولا الضوء يشعل والكل اكزاكتومون. ومن بعد عندك اليوم المدرسه. مدرسه زاد اليوم لازم تطلع بالدور نتاعها في التربيه البيئيه اليوم. اللي احنا مثلا في الجمعيه نتاعنا قاعدين نخدموا في دي كلوب كسوا مع مدارس ولا كسوا مع دي ليسي في الكلوب. شنو تعملوا؟ نمشيو للصغيرات كما قلنا مثلا نعملوا كلوب نهار جمعة العشية حاجة كيكا. دونك في أنا مدارس خالي لي بارون يعني عملنا بروجي وقتها كان مع نسمي سمي مع سفارة كندا. وقتها كانت في بروجي مدرسة الثلاث، هي مدرسة ريفية في أحياء معناها في مناطق ريفية متاع قربة، معناها توصلوا للريف مش الصغير اللي يقرأ في إيكول بريفي كهو عنده الحق إنه يفهم على المناخ. لا داكور. دونك بالعكس نعطيو أولوية أكبر للصغار اللي بعد. بالضبط. خدمنا معهم مدرسة ايكولوجيك، زرعنا معهم وسيتي كله معناه كما نقولوا ايكولوجيك حتى من وهو اصلا عايش في الريف بحد الاشجار والكل، دونك اقرب هو اقرب يفهم اكثر. يمكن هذيك ابوه فلاح. ديما زاد مثلا نحب نستغل في الجمعيه، نحب نستغل مثلا عيد الشجره باش نمشيو ندوروا على المدارس، نعملوا هكا سيسيون تاع هكا شويه معلومات نعطيوهم للصغيرات، فهمت؟ ونستدعوا مثلا باش نزوروا مع بعضنا ولا. والصغير يحب يفرح برشا. باش باغ كونتر كي تمشي لليسي مثلا مش نفس مش متشجع. الصغير يحب بالعكس يضحك، يبدا يحكي بربي شيء اللي في الطبيعه انا ربي معاه. ما تلقاش نفس التعامل اللي تلقاه مع الصغير معناها، فهمت؟ خلي المواطن اليوم مثلا تعمل كومباني دو نتواياج. هو احنا فكرتنا على الجمعيات اصلا يمشيوا ينظفوا البحر، يمشيوا يلموا بعضهم ويسيقوا الحومه، هذيك هي فكرتنا معناها. انا مذكره فما مواطنه هي في قربه وقتها فما الازمه نتاع بيئه، لانه البلديه وقتها كانت مش قاعده تخدم بالكدا وكل شيء. دونك هم اللي الشيء قاعد يتكدس في لي كومونتير نتاعها تقول لك خويني جمعيه البيئه، الجمعيه مش البلديه، راه الجمعيه مش مطلوبه بيك باش تنظف وباش تعمل معناها. فريمون اليوم هذه هي العقليه. هو ما فماش اراده سياسيه حقيقيه. فماشي احنا كما حكينا على ثقب الأوزون، قلنا أول مرة الأوساط العلمية والسياسية تتحد وتعمل حل. وين السلطة السياسية في تونس؟ وين الإرادة؟ شوف أقول لك حاجة، اليوم المسؤولين في تونس يتعاملوا مع الانفيرونمون كبزنس. خلينا نقول لك حاجة، ريت مثلا نشوف اليوم الجستيون نتاع البلاستيك اليوم دخل برشا فلوس اليوم. وتمشي اليوم وتشوف شكون الناس اللي قاعده كما نقولوا تخدم في السيكتور هذا، تلقاه كان ممثل في مجلس بلدي ولا كان نائب في مجلس نواب. دونك نتعاملوا مع البيئه دايور ديما نتعاملوا مع البيئه كصفقه. نشوف اليوم الشرطه البيئيه اللي تعملت في تونس صفقه معناها. تشوف انت اليوم الفضيحه اللي صارت وقتها لما جابوا دشي نتاع ايطاليا صفقه معناها، فهمت؟ مازلنا اكزاكتومون مازلنا نتعاملوا مع الازمه البيئيه اليوم مع الازمه البيئيه اليوم كبزنس معناها. ما هو خاطر التونسي مش مركز في الحكايه. التونسي بالنسبه ليه البيئه حاجه بعيده وما تهموش، يقول لك انا اعطيني نلقى ما ناكل وما عادش يهمني. هو المشكله اللي انت ما عادش باش تلقى ما تاكل، كان احنا باش نقعدوا هكيره وانت حتى الماكله ما عادش دخلت عليه. بالضبط. كما قلت لك عندنا استراتيجيه نعملوا فيها من عهد الحرب الى يومنا هذا، مش عارف وقتاش باش تتبدل. انه هي استراتيجيه نتاع نستنى الازمه تصير وبعد ندخل نتصرفوا. فماش اجراءات وقائيه، فماش ديما بعد ما تطيح علينا سقف ونقوموا نعاودوا نبنيو فيه. كما حكيت قبليك على الازمه نتاع صفاقس، كما تويك نحكيو على ازمه برج الشكير وتشوفها تو نستناو الازمه كيفاش معنا باش الناس كل يوم تنبه يا دوله فيق
راهو فما اليرت. شنو عنا في تونس مثلا قاعد على الحرف، قاعد باش يطيح؟ والله بنسب متفاوته. اليوم خاصك كنا كونسيرني بالمزامات. اليوم اذا ما عندناش ازمه نتاع ديشي، راهو عندنا ازمه نتاع ناس اللي قاعده تحب تصب الديشي نتاعها في البحر، وعندنا دونك الازمات اليوم. هذا هو التعاطي نتاعنا اليوم مع واحنا مغمضين عينينا عليه. مغمضين عليه. هاش قلت لك الوعي نتاع التونسي وقت اللي يعني قلت لك وقت اللي قريب باش نبدا تمسلي حقوقي، وقت انا نبدا نتكلم. فهمت؟ المجتمع المدني وين في الحكايه هذه؟ اليوم المجتمع المدني هو الشمعة المضيئة الوحيدة. الحمد لله الحمد لله في الحاجة دي على الأقل خير من بلاش. فما أمل، فما أميل صغير. مالوغوزمون في المجال البيئي ما نلقاوش برشا جمعيات في المجتمع المدني. أنا ما نسمعش برشا راي. أي إكزاكتومون. اليوم كي تحكي اليوم مثلا على 25,000 جمعية في تونس، نحكيو على pourcentage de 2%. 2,5% تاع جمعيات. اي انكور على خاطر في 2% الجمعيات اللي قاعده تخدم ريالمون تتلقاهم زيرو. والاخرين شنو يقعدوا يعني؟ ساعات جمعيه اسم وكهو اسم، ساعات جمعيه كما نقولوا تحلوا بعد ما تمشيش، ما تخدمش، ما تلقاش الفينانسمون لازم. فهمت؟ دونك تولي اكزاكتومون تولي معاش بدلوا النشاط. اي فوالا. لكن اليوم زاد لازم نفهموا حاجه، انه المجتمع المدني الدور الأساسي هو اليوم أنه أولا يوعي كما حكينا على المواطنين وحتى النخبة السياسية اليوم بالأزمة البيئية، ولكن زاد أنها تعمل بريسيون على الدولة اليوم. بس أحكي لك كيفاش تقوموا بالتوعية وبعد نحكيو على البريسيون. اليوم التوعية فما برشا طرق تقوم فيها. فما الطرق الكلاسيكية نشوفوا فيها ديما لي كومباني دو نتواياج اللي الحقيقة من الناس ما نأمنش بهم برشا. لسبب سيت برشا لأنه ما عندهمش، ما تلقاش فما ريزولتا الحقيقة. اليوم تمشي تنظف ان بوان نوار ترجع تلقاها في نهار فهمت؟ تحس انه تعمل فيه فوق ماهوش حل جذري. اكزاكتومون. فهمت؟ والمواطنين حتى كي تعمل في الكومباني تاع نتواياج يبدا يغزروا لك بون قليل فيهم يقول لك يعطيك الصحه وما شنو، اما راهو في مخه لذاك واجبك. وما فماش حتى حد، انا مثلا معرضني حتى حد اللي شاف وقال فريمون خلينا نمشي ندخل معاهم في الاكسيون وناخذ ساشي بوبيل ونمشي نعبي معاهم. ما فما، ما تلقاش اليوم ويتفرج عليك ويتعدى. يتفرج عليك ويتعدى. دونك فما زاده كيما قلت لك نعملوا لي فيزيت لي زيكول، ساعات حتى في اطار دي بروجي نخدموا فيهم نعملوا دي فورماسيون. دونك هذه اليوم تحقق سونسيبيليزاسيون بالطرق هذه. والبريسيون البريسيون اليوم بون هي تختلف سيلون الريزيستانس نتاع السلطه اللي انت تواجه فيها. فهمت؟ ساعات السلطه تنجم تمشي معك جست تعمل معها غيونيون، تمشي تندد بالمشكله. ساعات توصل حتى الاحتجاجات، وكما نشوفوا في برشا بلايص توصل حتى يسوق معناها كما نقولوا يقطعوا الطريق. ومعناها انا قلت لك اليوم درجه سيلون مؤسسه الدوله كيفاش تتعامل معاكم؟ والله مؤسسه الدوله مربوطه بالاشخاص. ساعات تلقى مسؤول واعي بالازمه وبالقيمه اللي نعملوا فيه اليوم، ساعات تلقى مسؤول غير واعي بالكل. اليوم كي نحكي مثلا على مجلس بلدي، علاقتنا مثلا بالمجلس البلدي في قربة ما كانتش فريمون الحاجه اللي كبيره برشا. معناها فهمت؟ هاني قلت لك بالنسبه ليهم لونفيرونمون يعني بزنس. دونك برشا خلافات، خاصة لو الكونتكست اللي جا فيه الخلافات السياسية اللي صارت اليوم في المجالس البلدية خلتهم يبعدوا برشا على الهدف الرئيسي اللي جاوا باش يحققوه. معناها فهمت؟ وبار كونتر ساعات تلقى مسؤول فريمون اللي يدعمك واللي يشجعك واللي انتوما تكنيكمون تعوضوا في الدولة، منين نجيبوا فلوس باش تعوضوا الدولة؟ بون مش تكنيكمون نعوضوا في الدولة، راهو هذه صارت بعد الثورة اليوم نتيجة تقصير دولة، غياب مؤسسة الدولة. هذا اللي خلى اليوم المجتمع المدني دوره يتطور أكثر وياخذ مسؤولية على عاتقه اللي هو الحقيقة ما كانش لازم ياخذها. معناها فهمت؟ ما ياخذها خاطر أوبليجي اليوم باش نجيبوا في الفلوس. والله نجيبوا سألت منين نجيبوا في الفلوس تلف معني عمل دورة نجيبوا في الفلوس. الجمعية اليوم فما كور دي كونت، راه فما اوديت انترن واكسترن يتعمل كل عام، راه مش ليه يفدك عليك مين باش احنا نعرف كيفاش نتبرعوا مثلا كيفاش نعاونوكم هذيك عليك. بالنسبة للتبرع معناها كيما نقولوا من الخواص ولا من المواطنين
قليل شو نلقاو. كيفاش تعملوا كوليكت؟ كيفاش تلموا الفلوس؟ والله نمشيو نقول عندنا دوسي دو سبونسورينغ مثلا نمشيو عشان انتربريز ولا غيره نقولوا راه احنا جمعيه هكا وهكا رانا عندنا ديزاكتيفيتي نخدموا فيهم شوف شنو هي الاكتيفيتي اللي ماتشي اكثر مع الانتربريز نتاعك ومع الخدمه نتاعك ونخدموا. ما تلقاش تجاوب كبير برشا قليل وتلقى تجاوب. دونك انتم معاملين على رواحكم. فهمت مش معاملين على رواحنا اليوم كما نقولوا البارتنير فينانسي الاصلي نتاعنا هما اليوم لي بايور دو فون اللي هما سفارات. عندك سورتو عندك فرنسا كندا هولندا هذوما اكثر سفارات اللي قاعدين نخدموا معاهم. عندك لي زو ان جي كيما لي بنود كيما لي جي زد كيما برشا يعني هذا هما دونك كيفاش يصير انه البايور هذا يعمل يلانسي ان ابل بروجي بالطبيعه يحط لك لي كريتير وشنو هو لوبجيكتيف ولا تيماتيك نتاع البروجي هذاك واحنا في جمعيه البيئه كان نشوفوا التيماتيك هذيك تمشي مع الاهداف نتاعنا وغيره نخمموا في بروجي وون بروبوز معناها للبايور ومن بعد يصير السيليكسيون اللي بعده ناخذوا مع البروجي هذاك. كان حد يحب يتفرج فينا تو يحب يعاون فريمون الجمعيه كيفاش يعمل؟ يتصل بينا ديريكت يكلمكم. كان حد اليوم عندنا خاطر على المواقع معنا على الفيسبوك تو نكتبوا لكم على الاكران شنو كان حد يحب ينتسب للجمعيه شنو يعمل؟ بون احنا نعملوا ريكروتمون كل عام دونك نحلوا ريكروتمون ومرحبا بالناس الكل معنا دونك هذا هي شجع الناس يوليو ديزاكتيفيست شجعهم هكا الكاميرا نتاعك احكي معاهم قول لهم اليوم نشجعكم راهو الوضعيه مزريه ومأساويه يجيو معنا وليو ديزاكتيفيست كليماتيك. بون نقول لهم كلمه بركه سي لو طون وجامي راه اليوم معنا اليوم شنو نقدروا احنا راه ما عادش فيها روحك في الحكايه ولا اكزاكتومون حياه او موت. ماكرون مثلا في الحمله الانتخابيه السابقه نتاعو تقبلك سالتني على المسؤولين قداش واعيين اليوم في الحمله اليوم نلقاو حملات انتخابيه تقوم على الانفيرونمون. اي بيان سور تعرف علاش؟ على خاطر احنا اليوم في مخنا رانا باش نموتوا بحرب ولا باش نموتوا بوباء اوركو الشونجمون كليماتيك هو اللي تسبب في الحروبات ويتسبب في الاوبئه. معناها فما صراع يصير على الحكايه هذيا وعلى المناطق اللي تنجم زلت تنجم تقبل العبيد وزاده يخلي الامراض تنتشر اكثر وكما قلنا الذبين ولا الناموس هذاك يعمل الاوبئه. دونك اول حاجه او في الليسته الاولى نتاع الحاجات اللي تنجم تقضي علينا هي التغير المناخي هكا معناها مساله حياه او موت واحنا مش مستوعبين مانيش عاطينها الاهميه اللازمه مانيش ما ديما نقول لك حكايه نتاع اليوكس نقول لك حاجه مناخ قلت لك على انه ماكرون اليوم كي قلت لك قام بالحمله الانتخابيه اليوم قال سلوغان محلى برشا اللي هو خرج قال لك راهو لونفيرونمون سي لو كومبا دو سيكل صراع القرن صحيح وهذه هي حقيقه اليوم معناها فهمت من بعد كيفاش السياسه نتاعو هذيك بعد تناقش معناها. قلت لك اليوم عادي معناها يتصل بينا احنا نعملوا سيسيون دو ريكروتمون دونك نعملوا ان فورمولير معناها اونبليغ وقتها ينجم ينضم للجمعيه ويكون معنا. كيفاش تشوف المستقبل شكون بالضبط؟ مستقبلنا احنا في الوضعيه هذه في تونس في العالم باللي ماشيين فيه احنا ماناش باش نخلطوا نعيشوا ولكن نحاولوا ننقذوا فما امل فما أميل فما أمل. شوف والله أنا لي مثلا كي تقرأ اليوم على التقارير الدولية كما مثلا تقرير اللي هبط عملوه في على جرين بيس تحكي لك اليوم على الأزمة المائية في تونس الحقيقة حاجة ما تبشرش بالخير. سورتو كي تشوف تعاطي اليوم تاع مؤسسة الدولة مع المشكلة هذه اليوم تشوف مثلا وزير فلاحة يخرج بارح مهبطين يعرب عن قلقه جراء يعرب هو متخرج بانكيمون يعرب عن قلقه والله العظيم قلت هذا متخرج من مدرسة بانكيمون للإعراب عن القلق فهمت صح. اليوم الأزمة خلات وهو مازال يعرب عن قلقه في بالك أنت ويتحدث شوف لانكور بيغ يتحدث اليوم على الحلول اللي هي عندك اليوم. شنو هي الحلول عندك؟ يا اما تحلية مياه البحر يا اما تمشي تبني دي باراج اليوم فهمت. اليوم صحيح نحكيو على دي بروجي كوتو مي انت ما عندكش حل اخر اليوم. يتحدث على استراتيجيه بتاع 2050 من هنا ل 2050 معنا اللي هو ديجا احنا كان خلطنا لها اصلا معنا اللي انت بالوضعيه الموجوده تويكا ماكش باش دخلت لها 2050 وماكش باش تشوفها. اليوم مثلا نحكيو على الكريز اللي صارت لنا في شهر
فيفري لانه الامطار ما صبتش معناها. فهمتوا كيفاش وصلنا انه اليوم معناها نسبه المياه في السدود ولات كارثيه برشا معناها. تتفجعنا كلنا ترعبنا خفنا من النهار اللي نحلوا فيه سبيله ما عادش نلقاو. وقتها تكبسنا بالرسمي يخرج يعمل قرار. الحقيقه عمري ما شفت قرار بالسطحيه والعبثيه هذيك. اليوم تحكي لي انت اليوم على قصان نتاع ماء من الساعه فلانيه للساعه فلانيه. صحيح. الذي بالنسبه لي يتسمى قرار مصيري انه ما باش يبدل. هل اليوم انت العباد كي الساعه فما نتيجه عكسيه للقرار هذا؟ انه انت اليوم كيش قص عليه الماء 7 يمشي هو يعبي الماء. باش نعبي معناها اكثر من الطاقه نتاعي فوا 2 فوا 3 كيما كي صار في ازمه الخبز ولينا نشريو خبز بالزيت. بالعكس اكزاكتومون. دونك حتى اليوم كيفاش يخدم على العقليه نتاع المواطن ما نحسوش فما اليوم فريمون معناها كيما نقولوا طريقه ذكيه معناها بالتعامل مع المواطن اليوم. اللي هو المواطن اصلا في لا لاند موش فيق بحال شيء. تتعادل الازمه سلامات لانه شهر ابريل وماي تصبت الامطار الحمد لله وكأنه شيء لم يكن. نعاودوا من الجديد وكأن شيء لم يكن. نعبيو البانو في الدوش قولك ما يصيرش هكا صبت الامطار العام ترمي. عملنا زياره وقتها نذكر في ظل الازمه ذيك البرج صوت بوشيبه هذيك في قربه دونك شايح كومبليتمون مسكنا حتى فمك الفكيرن عرفت كل شيء يموت ما عادش عندهم من يعيشوا. اكزاكتومون هذيك دارهم راه. لو تعرف الكوش نتاع التراب اللي موجوده في مش قاعدين يعملوا في انتروتيان حتى لي باراج الموجودين ما با فما انتروتيان. دوكو كي صبت الامطار من بعد ما متملش بالكل البراج خاطر شرب والتراب التراب كل شرب الماء معناها. فهمت معناها وين ماشيين من الحقيقه. وقالك فما اخر 50 عام صارت 12,000 كارثه بيئيه بسبب التغير المناخي وكل عام قاعدين يموتوا بلاين عباد في جوة الحكايه هذه واحنا مانيش مستوعبين اللي الفيضانات قاعده تصير بسبب التغير المناخي وبالعكس الجفاف اللي عشناه قاعد يصير بسبب التغير المناخي. احنا ديما في مخنا اللي ذاك غضب من عند ربي. صحيح ما ربي ينجم يكون غضب علينا ولكن في قول روحنا شويه هكا. صحيح. شنو تشوف في المستقبل؟ أنا قلت لك اليوم الحقيقة سي لو طون وجامي. اليوم on n'a pas le choix. ماهيش اوبسيون اليوم أنك تنخرط اليوم في مناصرة القضايا البيئية اليوم. على خاطر كما قلت لك داخلين على أزمة كبيرة برشا. عمرك ما تفدلك بالأمن الغذائي متاع البلاد وعمرك ما تفدلك بالأمن الطاقي متاع البلاد وعمرك ما تفدلك بالأمن المائي متاع البلاد. اليوم كي نجيو نحكيو على الأمن الغذائي اليوم نحكيو مثلا يقول لك اليوم والله القمح ما فماش على خاطر اليوم الحرب الأوكرانية الروسية. بالعكس الحرب الأوكرانية الروسية موت فيقك تفهمك اليوم إنه قداش هل إنك شو قاعد تتعامل على البلدان الأخرى حاجة كما يقولوا ياسر ما هي سوليد معناها. فهمت هشة برشا الاكتفاء الذاتي لروحك تخدم على روحك اليوم بتعمل على حتى حد معناه مش تقف في روسيا واوكرانيا انت تقعد ما تعمل حتى شيء. بالضبط. اليوم تقف فما خطه اليوم تشوف الدوله عامله خطه اليوم للامن الغذائي في تونس والله مش نحكي على تو نحكي حتى على السنوات اللي من بعد معناها. فهمت اليوم الفلاحه تعاني اليوم هو ما نعرفش علاش ما يحسبوش حساب اللي فما اجيال باش تجي بعدنا ولا احنا باش نخلطوا نعيشوا. اقول لك علاش اليوم المسؤول بالنسبه لي هو انا قداش باش نقعد عامين في الوزاره نمشي ويجي لي بعد. هي ما انت باش تكبر ووليدك باش يكبروا ما مش يلقاو ماء. معناش العقليه اللي انا لازمني كي خديت انا البوست هذاك لازمني نخلي الامبرانت نتاعي معناها. فهمت لازمني بالحق. علاش قلت لك اليوم كي قلت لك اليوم على الازمه الامن الغذائي اليوم في تونس معناها. اليوم الفلاح يسوفر اليوم يسوف معناها يقول لك انا خويا ما نعرفوش راه احنا مادام فما بطاطا في المخشي لابس علينا ما يفيقش كيما قلت لك حل سبيله يلقى ما في بالوش دونك كامل مازالت راه فما بالعكس اليوم نحس فما بدات تتاثر بدي اليوم كسوا الاسعار قاعده تطلع برشا كسوا حتى الكاليتي نتاع والله تعرف الصباحه كليت فطور الصباح كليت طماطم وكليت تفاح عندهم نفس المطعم والله عندهم نفس المطعم الزوز شايحين الزوز مطعمهم خايب الزوز كاليتي خايبه معناها كيف نقرب نشوف في حاجه بلاستيك نحس هاي سامعني كامل دونك كاليتي نتاع المنتوجات. دونك اليوم كما قلت لك نحكيو على جفاف يصير للاراضي الفلاحيه معناها قاعد يصير وداير فما كما نقولوا نقص كبير برشا
في الماء، وحتى التربه في حد ذاتها قاعده تتدهور حالتها نتيجه التغيرات المناخيه هذه. اليوم براتيكمون الفلاحه قاعدين يبيعوا في اراضيهم، ما عادش رونتابل وقاعد كيما قلت لك معناها حتى كي يحب يضحي ويمشي الدوله ما تخليلوش اليوم الفرصه معناها فهمت. صفر انفستيسمون اليوم في النجم الثاني تحكي اليوم على البيانا اليوم البنك الوطني الفلاحي تخلق باش يشجع الفلاحين اليوم على الاستثمار في المجال الفلاحي. اسكو اليوم قاعده تطلع بالدوله نتاعو اليوم البنك مش قاعد يطلع اليوم. الدوله شنو لازمها تعمل حسب رايك؟ الدوله اليوم اول حاجه تعمل دياغنوستيك حقيقي وواقعي، يقول لك يا خويا احنا اليوم الازمه اللي عايشينها قداش حجمها اليوم. هذا ما تنجمش اليوم تبني حاجه على ارض الواقع، راه مش نحكيو تيوريكمون. اكزاكتومون لازم اليوم انت تكون عندك ستاتستيك واضحه تقول لك انا يا خويا شنو اللي عندي اليوم، شنو المشاكل وشنو الحلول وشنو من بعد الدياغنوستيك والستاتستيك هذوك نبني الاستراتيجيه نتاعي. فهمت. اليوم لازمني نخدم على الامن الغذائي نتاعي في كما نقولوا في استقلاليه على شنو صاير في العالم اليوم من حروب وغيرها. لازم تحقق اكتفاء كذات اليوم. لازم تخدم اليوم على الامن المائي، على خاطر نحكيو على ازمات نجم تفتعل حتى حرب اهليه اليوم. فهمت. ولازم زاد تخدم اليوم على الامن الطاقي. دونك يمكن نحكيو على الامن الطاقي نقولوا وين تونس اليوم من الطاقات المتجدده مثلا والتنميه المستدامه واللي احنا ما عندناش حتى فكره معناها. اليوم انت عندك شمس ما شاء الله على طول العام ماناش نستغلوا فيها، والسخانه هذيك نتاع جويليا ما استفدنا منها حتى شيء، بالعكس صرفنا عليها طاقه احنا مش استغليناها كطاقه. اليوم انت من الطاقات المتجدده اليوم على خاطر انت اليوم عندك ستاج فيها ناس ما يحبوش مشروع نتاع الطاقات المتجدده ينجح في تونس على خاطر مصالحهم باش تضر. اما عادي يورد طاقه من برا ما يخلقوش. يعني قلت لك اليوم شكون يقول لك المشكله هم اليوم في النقابه نتاع ستاك ما يساعدش اليوم تونس تمشي في المنظومه نتاع اللي يخسروا لي زافونتاج نتاعهم، مش يخسروا يمتي كدوله شنو تتفرج فيهم. مش وقت اليوم باش تحرك وباش تحط لهم حد. شي بنتي تخدم في وزاره العدل. اييه مضمض من وزاره الفلاحه، مضمض من ستاك مش قبلوك. عملت تبينه مع الناس الكل انت اليوم. والله ريت حدا وزاره العدل اليوم كونسيرني اليوم وني نحكيو على جوستيس كليماتيكي. فهمت. اي سورتو راه وزاره العدل باش تلعب دور كبير برشا، خاصه بعد المصادقه على المشروع نتاع القانون اللي قلت لك عليه، خاطر فما عقوبات توصل حتى عقوبات سلب الحريه، فما عقوبات ماليه كبيره برشا بمئات لازم الملايين. الردع هذا يصير باش ما شاء الله يطبق بركه هو ما يطبقش في العاده. لا هو في العاده ما فماش خاطر القانون مازال ما خطرش على بالهم اللحظه هذه انه يصير. اما انا قلت لك يعني ان شاء الله نقولوا احنا معناها كيما نقولوا يكون رادع هذه الدوله. المواطن شنو لازم يعمل؟ المواطن باش نجموا بربي نلقاو امل انه نشوفوا عام 2050 بعيننا. حكى عليه حاتم بالحاج في سيري 2050 الكراهه بتطير. نحب نخلط نشوفوا نحب نشوفوا 2050 باش نشوفوا 2050 شنو لازمنا نعمل. المواطن اليوم الحقيقه ما لازموش يقعد يستنى في الدوله مكتف يديه. اليوم حتى المواطن اليوم مسؤول راه، وبالعكس نحس انه اليوم مسؤوليه 50-50 معناها فهمت بين الدوله وبين المواطن. على خاطر اليوم مثلا كي نحكيو على بعض البراتيك احنا قد برشا الحقيقه الدوله، ولكن نلقاو ساعات بعض الاستثناءات. اليوم مثلا نلقاو بعض البلديات تخدم على تري سيلكتيف. تري سيلكتيف اللي هو اليوم تجي تحط لك دي بوبال اللي هو بوبال خاصه بالبلاستيك، اي وحده للبلار وحده عضويه لل فوالا ديشي اورجانيك. هذا تمشي العمليه. انا في دارنا نعملها معناها انا وحدي نحط البلار وحده البلاستيك وحده الاورجانيك وحده مش ماشي سبب سيتياس لانه ريتك تحط كل شيء وحده من بعد في المصب باش مش تصبوا بعضهم زايده معناها يتخلطوا في الاخر. اكزاكتومون فهمت. دونك كما قلت لك المواطن كي تلقاه اليوم ماهوش واعي بالدور مثلا باللي بون براتيك اللي تعمل فيهم الدوله اليوم معنا ونوصلوا معنا فهمت. مثلا اليوم نجموا احنا تعرف اليوم نجموا نتخلصوا من 30% من لي ديشي اللي يمشوا للمصب كي نخليو كي نعمل كومبوستاج اللي هو التسميد المنزلي نخليو الديشي اورجانيك ما نطيشوش في البوبال فهمت.
دونك كيفاش تصير العمليه؟ تصير العمليه نحن نحطوا الديشي هذا اورجانيك تحت التراب لمده معينه لين يتحول هو الى سماد طبيعي، كيما مثلا الخضره والغله والحاجات هذيك نتاعنا. اللي نقولك الماكله الكل معناها فهمت، مختلف انواعها، حتى الماكله اللي ما كليناهيش طيبه معناها. باهي. دونك هذاك الكل يتحول من بعديك لسماد طبيعي اللي هو تنجم تستعمله في الجردة نتاعك، تنجم تبيعه للفلاحة. معناها اليوم إذا لازم نخدم اليوم على تقليص الضغط زاد على الدولة في الجستيون دي ديشي معناها فهمت. هذه حاجة من برشا حاجات. أعطينا حاجة أخرين مثلا لازم يعملهم المواطن باش لازم نحكيو زاد اليوم نحدوا من المشكلة هذه. اقتصاد في الطاقة اليوم فهمت. اليوم كما قلت لك مثلا نعرفوا فما أزمة مائية كبيرة برشا، لازم نقتصوا في الماء اليوم. بالله ما تحسش ما فماش حملات تحسيسية، حتى البيوب في التلفزة ما عادش تذكروا قبل كنا اقتصد في الماء اقتصد في الضوء ندري شنو وكل حملات والواحد وكل الإشهارات نتاع قبل يذوق وينهم ما عادش نشوفوا فيهم، حتى في الكام ما عادش موجودين. واليوم راهو حتى اليوم الميديا مسؤولة شوية على النتائج اللي وصلنا لهم اليوم معناها فهمت. اللي هو عنده دور كبير برشا اليوم في توعية. أما وزارة البيئة وزارة الفلاحة مش قاعدين يعملوا مش قاعدين حتى يصوروا في ماتيغ باش تعدى في التلفزة. يعني ما تصورش فما قناة تعطيها انت حملة واحدة ومضة تحسيسية وتقول لك لي ما نعديهيش ما تهمنيش ناقصين هكا ولا ليه؟ صحيح. اما هاني قلت لك حتى اليوم الصحافة شنو هي سلطة رابعة. دونك اليوم لازم تطلع بدورها في توعية المواطن. اليوم طريقة التعاطي تاع الإعلام للأزمة البيئية اليوم طريقة الحقيقة تحسها شوية ماهيش ممنهجة فهمت، سطحية. اليوم تاخذ المسائل بطريقة ياسر كل حاجة على روحها. أزمة صفاقس على روحها، أزمة رجيش على روحها، أزمة برشكير على روحه. دونك الأزمات هذه إذا ما تحطهاش في إطار واحد اللي هي إطار متاع التغيرات المناخية اليوم، المواطن مش يحس بحجم الأزمة اليوم. صحيح. كان باش تجي تقول له كل أزمة مستقلة على شو دخلني في صفاقس أنا، شو دخلني في أريانا، شو دخلني في بن عروس، كل واحد على روحه. اليوم لازمني أنا نخدم أن نحط يعني هالأزمات هذه كل في إطار واحد نخدموا عليه باش المواطن. أنا تونس واحدة في الآخر. إكزاكتومون. باش المواطن يفهم إنه أي أزمة اليوم كسوة متاع ديشي، كسوة متاع أزمة متاع أناس ولا غيره اليوم كلها، ولا فلاحية ولا غيره، كلها اليوم مربوطة بالتغيرات المناخية. الطاقات الشبابية متاعنا والأدمغة والكل كيفاش نجم تعاوننا في المشاكل هذه؟ والله اليوم مالوغزمون عندك حاجة الدور اللي شيرشور اليوم اللي هو دور كبير برشا، على خاطر الشيرشور كما قلت لك يجيك قبل الأزمة يقول لك راهو فما أزمة على الأبواب رد بالك. اليوم نقاو نشوف لي شيرشور هذوما اليوم موجودين على المنابر الإعلامية ما نشوفهمش ليه ما يستدعوهمش. اكزاكتومون. اليوم شيرشور يكتب لك ارتيكل تلقاه معناها ارتيكل ما يقرأ حتى حد بالطبيعة. بون يقراوه الأوساط العلمية العباد المهتمة اللي عنده PFE على الموضوع هذا. يعني أنا باش نجيبه الشيرشور هذا في تلفزة باش يناقش الأزمة هذه ما نلقاوش اليوم. صحيح. اليوم لازم شكونه اليوم اللي يناقش باك موان 80 كنت بلوس دو يجي ينظر ويعطي فيه آراء ومواقفه معناها فهمت. زاد اليوم المجتمع المدني كما انت تحكي على الطاقات الشبابية، كي نحكيو عن المجتمع المدني اليوم لازم بالحق لازم ندعموا لازم نفهموا ساعة، لازم نفهموا خاطر مانيش فاهمين، ولازم نكونوا واعيين بالحكايه هذه على خاطر احنا مانيش واعيين. يقولك بعيده واش بدخلني و2050 تي حتى نعيش انا فما مشكله في القطب الشمالي تي بعيد ما نعرفوش حتى وين يجي في الخريطه القطب الشمالي. انا عندها مشكله في الماء في اوزبكستان شو بدخلني فيها انا، فما فيضانات في الهند شو بدخلني فيها انا، فما حرق في كندا شو مني فيها انا كندا ليش يهمك خاطر هذاك يجيك على خاطر الماء ذاك كان يذوب في البلاصه اللي انت ما تعرفيش باش يجي يهزك بالضبط. وراه فما عبيد اصلا باش تهرب لك انت باش تجي تلجأ بحذاك اصلا باش تكمل عليك. طبعا احنا في الجمعيه قاعدين نخدموا في بروجي اللي بروجي اسمه سيتويان ريزيليون. هي شنية من جات الفكره انه ديما نحكيو اليوم على ريزيليونس كليماتيك، كيفاش اليوم الكليما لازم يكون صامد ولازم يكون قداش منه مسكين. اكزاكتومون. دونك نحن راهو الموضوع الاكتور اليوم ماهوش الكليما، الكليما هو كما نقولوا مفعول به معناها فهمت. الفعل الحقيقي هو السيتويان المواطن، وبالتالي اليوم لازم نحكيو على مواطن واعي مواطن بون سيتويان ريزيليون اللي هي الحقيقه مرن نقولوا بالعربيه اللي هو اولا مواطن واعي بالمشكله وباثار المشكله هذه في المستقبل، مش مغمض عينيه بالضبط.
يكون مواطن يتادابت للشانجمون كليماتيك لانه جايين الشانجمون كليماتيك. دونك احنا رانا ما نتاقلموش ما عندناش الحس نتاع التاقلم تاع اكزاكتومون ديجا كيما قلت انت قبيليك ديما كي تصير حاجه نعمل العكس تصير ازمه تاع السكر نعمل صف نمشيو نلموا السكر ولا شكون تلقاهم اليوم تلقاه في ال70 وفي ال50 تقول له يا حاج واقف في الصف انت نورمالمون تقطع السكر نورمالمون ما تستعملوش السكر انت معنا فهمت تلقاه واقف في الصف اليوم باش فهمنا نحكيو على احتباس حراري في جرة الانبعاثات واحنا نزيدوا فيهم الانبعاثات باستهلاك الطاقه بالضبط هذاك هو المواطن المشوي وهذه هي على مستوى ويكون زاد عندنا مواطن يواجه دونك هذوما هما لي تخوا فاس نتاع هل سيتويان ريزيليون الوعي التأقلم والمقاومه. كيفاش نلخصوا الوضعيه في الاخر شنو تحب تقول؟ في الاخر نحب نقول انه اليوم ما عندناش حل غير انه اليوم نواجهوا اليوم التحيرات المناخيه هذه والازمه البيئيه اليوم فهمت ريت حتى الوعي اليوم والله ما هوش وقته خطأت خطأ اكزاكتومون فيت الفوت اكزاكتومون الوعي كان في مرحله قبل توا لازم نشوف الستيب اللي بعد نخلصوا في الفاتوره احنا توا اللي ورثناها اون رياجي توا معناها فهمت اون با لو شوا دونك اليوم لازم الدوله تفهم انه لازم تصرف تقعدش تستنى كيما البارح وزير الفلاحه يقول لك اما راهي مكلفه العمليه هذه مكلفه لك انا قلت لك اليوم لازمك تصرف اليوم الدول الكبرى قاعده تنفستي قالك تعرف قديش العجز 1.5 تريليون دولار عجز في المصروف على المشاكل المناخيه يعني هو نورمالمون احنا نصرفوا 3 تريليون احنا نصرفوا في 1.5 تريليون يعني موسرين في 1.5 اخرين تريليون اللي هما برشا فلوس معناها باش نجموا نجيبوا التغير المناخي والمشاكل اللي شوف الربح اللي حقها باش وصلونا للمشكله هذه اي يعني هما ربحوا برشا فلوس باش احنا يصير فينا هكا اليوم كما قلت لك تشوف دول مشات الستيب ابعد اليوم الصين تقول لك انا في 2025 باش نعمل سيستم باش يتحكم في الكليما بون علاش اسكو باش تنجح فيه مش تنجح الله اعلم اليوم امريكا تقول لك انا باش نطفي الشمس اي تعرف بيل جيتس قال لك نفجروا البراكين بيل جيتس نفجروا البراكين يعملوا دخان يسكر الشمس تولي ما عادش فما احتباس حراري واللي هي عنده امباكت خايب برشا قالوا يحب يسرع يوم القيامه بالحق هاي بالضبط دونك اليوم لازم الدوله الساعه تمشي في استراتيجيه تبدل السياسه نتاعها اليوم الى استراتيجيه بريفونتيف اليوم نمشيو للاستباق على خاطر الاستباق راهو يمنعنا من برشا كلفه خسائر يمنعنا من خسائر ماديه وبشريه و كونتر بارتي اليوم السياسه هذه كيفاش نجموا اليوم نكونوا سياسه استباقيه انه اليوم ندخلوا ما يعرف بالانتليجنس ارتيفيسيال للمنظومه البيئيه في تونس اليوم واللي هي راهو على فكره ماهوش احنا نقولوا انتليجنس ارتيفيسيال حاجه معقده في بالنا وصعيبه وبعيده ما تكلفش برشا اليوم تمشي تعمل مثلا اتفاقيه مع معناها مدرسه مثلا الهندسه وكل شيء تشوفش يخرجوا لك اليوم في الانتليجنس واكيد عندنا طاقات بالضبط احنا تعرف اللي قربة كانت فيكتيم تاع شانجمون كليماتيك الفيضانات اللي نعرفوها كلها صارت في 2018 في ولايه نابل بالضبط دونك خدمنا على بروجي قلنا اليوم شنو هي المشكله اللي صارت اللي في قربة اللي عندنا واد الواد هذاك فاض على الديار الكل اللي وذاك اللي سبب الخسائر اللي دونك احنا اليوم لازم نمشيو لسياسه استباقيه نعرف المشكله قبل ما تصير فوالا خدمنا على الانتليجنس ارتيفيسيال في الموضوع هذا قلنا نعملوا ان سيستم نتاع كابتور هو ما يتكلفش برشا زاده يكابتي متى تدفق المياه في الواد ويقيسها ويكون بالطبيعه فما سيستم تاع دو كونترول اللي عند البلديه وعند اي سلطه اخرى اللي خاطرش يكون موجود قدام على طول العام دوكو لي سيستم كي ديتكتي معناها فما تدفق غير عادي ولا انه ارتفاع قاعد معناها نتاع منسوب مياه بطريقه غير عاديه دونك يعمل اليرت للسلطه اللي قاعده تكنترولي في المنظومه هذه واللي هي من بعد تتدخل سواء انها تنبه المواطنين اللي يسكنوا غادي تمشي تتكلم الحمايه المدنيه الولايه وغيرها دونك هل التدخل هذايا شوف قداش واش منعنا من برشا شكون عملها هذه والله عملناها احنا مع البنود وقتها هو راهو منسوب المياه في العالم الكل قاعد يزيد بمعدل متر في العام معناها اللي هي بعد شويه سنين باش نغرقوا الكل دونك ماذا بيا يتعامل مع الناس الكل السيستم هذا
والله ان شاء الله. معناها احنا تو قاعدين نخدموا عليه مع لي بنو تويكا. سيتي هو بروجي تو عنده اكثر من عام. دونك ما نعرفش اسكو باش نوصلوا نعملوها سيستم خاطر ممكن معناها البودجي الموجود ما يسمح لناش. مي ممكن نعمل سيمولاسيون اللي بعدها تكون كيما نقولوا تتبناها الدوله. اكزاكتومون. شهاب كيف قلت لك بودكاست شنو توقعت شنو لقيت؟ والله ما توقعش قاعده هكا خفيفه. ولا فهمت. توقعت مقربتين وكيبسين رواحنا. بالضبط. وتعرف معنا ازمه بيئيه وغيره. دونك لكن اليوم الحقيقه عجبني انه الطرح يكون مبسط برشا باش يفهم المواطن. بالحق احنا عندنا حلقه كامله نحكيو المواطن مش فاهم خليه يفهم. على خاطر انا كي عملت ريشيرش ما فهمت حتى شيء. قلت دونك هذه فرصه باش العباد تفهم. بالضبط. معناها الكونتوني اللي انا كنت نلوج عليه باش نفهم وما لقيتوش يا اخي صنعته. صحيح. شي بتعرف شكون اكثر انسان كيوت في العالم؟ شكون؟ اللي قاعد وصل يتفرج معنا للوقت هذي. معناها كمل الحلقه للاخر. هكا ولا اكثر واحد كيوت ومحترم وجونتي ونحبوه هو اللي وصل للبارتي هذه في الحلقه. واللي كيوت اكثر منه هو اللي عامل لنا ابوني على انستغرام على فيسبوك على يوتيوب. واللي كيوت اكثر منهم الكل هو اللي باش يكتب لنا كومنتير ويحط لنا جيم. واحنا نتقابلوا الحلقه الجايه. باي باي.